جننتهم وبهرتهم من ساعة ما عملت لهم التحلية ديت، وهم خلاص هيتجننوا عليها. دي بشوية مية وشوية دقيق هتعمل لهم احلى واطعم تحلية طعمها خطير. تعالي معايا اقولك على الطريقة والمقادير. نص كوباية من المية، معلقتين من الزيت، معلقة من السمنة السايحة، معلقتين من السكر، رشة ملح بسيطة، وكيس من الفانيليا. دوبيهم مع بعض كويس جدا وانزلي عليهم بقى بكوبايتين دقيق تدريجيا. انا نزلت بالكوباية الأولانية، والكوباية التانية هنزل بيها حبة حبة لحد ما العجينة تلم معايا. في المرحلة ديت العجينة لمت معايا وما أخدتش وقت خالص في العجن، سهلة وسريعة وطعمها حلو واقتصادية جدا. يلا لو وصلت معايا لحد هنا ما تنسيش تصلي على الرسول في الكومنتات عليه أفضل الصلاة والسلام. بعد ما عجنتها كويس جدا هسيبها بقى ترتاح لمدة 10 دقايق، وده شكلها بعد ال10 دقايق. العجينة ارتاحت معايا فهتتشكل معايا بكل سهولة. انا هفرد على معلقة كبيرة من النشا. على الرخامة عندك كده حطي معلقة كبيرة من النشا وانزلي بقى بالعجينة اللي احنا عجناها مع بعض. هنفردها وعايزين الشكل بتاعها في النهاية يكون مربع او مستطيل على قد ما تقدري تعمليه. مش هتاخد منك وقت خالص، هتفرديها كده بكل سهولة. ممكن تستخدمي ايديكي بدل النشابة، مفيش مشاكل. كل ما العجينة ترتاح معاكي كل ما تديكي في النهاية نتيجة افضل. انا عايزاكي تشيري الوصفة ديت عشان الكل يستفيد. ده بشوية مية وشوية دقيق من المطبخ عندك هتقومي تعملي لهم احلى واطعم تحلية. بصي بقى انا هنا فردتها كده وحاولت على قد ما اقدر اللي انا يعني اربعها، قصيت الاطراف بالشكل دوت. في المرحله دي هبدا بقى اللي انا اقسمها لشرايط طويله بالطريقه ديت كده. معايا معلقه واحده من السمنه بس مش هستخدمها كلها، انا هستخدم منها حاجات بسيطه. ابدا اللي انا ادهنها بالسمنه بالشكل دوت كده. هدهن كل اللي قدامي ما عدا اخر واحده. بصي بالشكل دوت كده انا يعتبر فاضل لي واحده كده هدهنها بالسمنه وخلاص على كده. اخر واحده دي ما تدهنهاش وهقولك دلوقتي ليه. هاخد بقى التانية احطها على الاولى وبعد كده ابدا بقى اللي انا اخدهم كلهم فوق بعضيهم لحد ما اوصل لاخر واحده. واخر واحده انا ما دهنتهاش عشان دي اللي هتبقى الوش من فوق. كده بقت معايا تمام. ابدا بقى اللي انا افردها بالنشابه حاجه بسيطه، يعني انا عايزه بس اللي انا اضغط عليها بس كده، لكن مش هفردها اللي هي تبقى رق واحد معايا، لا. في المرحله ديت بقت معايا تمام. ابدا بقى باي سكينه عندي او قطاعه اقطع كده شرايط رفيعه، مش سميكه قوي ولا رفيعه قوي، يعني بمعدل كده عقله صباع عقله صباعين بس كده. خلاص كده بقت معايا تمام. ابدا بقى ان انا اخد واحده واحده وابدا ان انا الفها زي البونبوني بالشكل دوت، ولما الفها بالبونبوني اضغط عليها لجوه زي السوسته. هخلص الكميه كلها بنفس الطريقه. عايزه اقولك ما اخدتش وقت خالص، لكن الولاد فرحوا بيها جدا. وحاجه سهله كده وسريعه في شويه زيت صغيرين، وما تخافيش مش بتشرب زيت ولا اي حاجه. يعني الزيت اللي انا استخدمته هو اللي انا في النهايه لقيته زي ما هو في الطاسه. نقدر نستخدمه في اي حاجه تانية لان احنا مش حاطين اي حاجه ليها طعم في قلب العجينه بتاعتنا. هتسيبيها شويه على الوش دوت وبعد كده تقلبيها على الوش التاني. عايزه اقولك بقى اطعم واحلى وألذ حلويات ممكن تدوقيها، ولا تقولي لي بقى زلابيا ولا بلح الشام ولا حتى صوابع زينب ولا اي حاجه من الحاجات ديت. لذيذه كده وزي العسل، لازم تجربيها. يلا بسرعه قومي اعمليها وارجعي لي تاني قولي لي رايك فيها ايه. طبعا بعد ما اخدت معايا لون بالشكل دوت اكون محضره معايا شربات ويكون خفيف. الشربات اللي انا مستخدماه عباره عن كوبايه من الميه عليها كوبايه من السكر وعصره ليمونه، وسبتهم على نار عاليه لمده 3 دقايق وبعد كده على نار هاديه لمده 5 دقايق. بس كده خلاص الشربات بارد وهي سخنه. ابدا اللي انا اسقي بيها الشربات بالشكل دوت كده. اخلص الكميه كلها بنفس الطريقه وهقدمها بقى. عايزه اقول لكم انا ما لحقتش اقدم حاجه غير الشويه اللي قدامكم دول. من حلاوتها العيال بقوا بيخطفوها من بعض. لازم تقومي تعمليها لانها لذيذة جدا. لو وصلتي معايا لحد هنا وشايفة اللي دوت محتوى مفيد، يلا بسرعة شيري الوصفة عشان الكل يستفيد. متنسيش الصلاة على الرسول واللايك بتاعك اللي بينور.